تسلم ايديك. يلا حبيبي هاكل مش عارف حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. عامله لك مفاجأة. مفاجأة تاني، احلى مفاجأة اللي قدامي. تسلم ايديك، الاكل جميل. عامله لك مفاجأة جميلة النهارده. يلا تعالى اقعدي بقى كده عشان مش قادر بقى، عشان مش قادر انا جعان يعني. مفاجأة أحلى من المفاجأة اللي قدامك. مفاجأة؟ قولي عشان نفسي يتفتح. أنا حامل. نعم؟ أنا حامل. حبيبي يا فنان الصغنن. فلوس صغنن ايه؟ احنا مش اتفقنا يا غدا؟ اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان احنا مش هنخلف دلوقتي، احنا لسه متجوزين. واتفقنا احنا قلت لك الخلفه هنأجلها دلوقتي لما نظبط حالنا كده ونعمل قرشين عشان نعرف بعد كده لما نيجي نخلف نعرف نصرف عليه. لما اجيب عيل دلوقتي وما الاقيش اصرف عليه. طب ده رزق من عند ربنا. ربنا كرمني دلوقتي، هعمل ايه؟ ما كله رزق من عند هرجعه؟ ربنا، كله رزق من عند ربنا، بس احنا متفقين دلوقتي. طب دي حاجة غصب عني يعني. مفيش الكلام ده، اللي في بطنك ده لازم ينزل. اللي في بطنك لازم ينزل زي ما سمعتي. ده حرام اللي انت بتقوله دوت. انت ازاي تقول كده؟ لا طبعا انا عمري ما هقتل ابني ولا بنتي. هي غلطتك عشان اتفقنا من الاول ان احنا مش هنجيب عيال دلوقتي. غلطتك بقى، انت مسكت نفسك وانت اللي عملتي ده، يبقى انت تشيلي غلطك يا هانم. غلط ايه؟ ده رزق ربنا بعته لنا. بدل ما تفرح وتقول احمدك يا رب تقول لي لازم ينزل. انت تعرف ان كل طفل بيجي برزقه. اللي في بطنك لازم ينزل، انا مش هعيدها تاني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا مش فاهمه، انا مش هعمل كده طبعا. ده ربنا قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاملاق. عارف يعني ايه الاملاق؟ انك تكون خايف انك ما تعرفش تاكل ابنك او تشربه. ده ربنا بيرزق الطير في السماء، مش هيرزق ابننا اللي جاي. بقول لك ايه، اخر الكلام، اللي في بطنك لازم ينزل، انا مش هعيدها تاني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا مش هنزله. وانزله ليه ان شاء الله؟ احنا هنجيب اكل منين وهنشربه منين؟ انا اصلا انت عارف احنا متجوزين وعليا فلوس. وانت النهارده لو ربنا بيرزقك بجنيه هيرزقك ب10، هيبعت لك رزق طفلك اللي جاي دوت. ربنا بيرزق الطفل في السماء، مش هيرزق الطفل بقول دوت. لك ايه، دي نزع عليكي كده مره واحده. انا زي ما قلت لك اللي في بطنك لازم ينزل وما ينزلش على بيت مامتك على طول. فاهمه ولا مش فاهمه؟ دي حاجه مقرفه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ليه بس بتعمل كده؟ بدل ما تفرح. ده احنا لسه متجوزين جديد وربنا رزقنا. ده غيرنا بيصرف فلوس ألوف مؤلفة، بيصرف فلوس كتير جدا علشان حقن مجهري وعشان ربنا يكرمه بطفل، واحنا ربنا كرمنا. ده رزق من عند ربنا. ازاي تقول كده؟ يا رب اعمل ايه؟ يا رب بطني مش قادرة يا رب. اعمل ايه؟ صايق ايه مالك؟ قاعده ليه كده؟ تعبانة. لا الف سلامه. في ايه؟ من ساعه برضه ما نزلت ده وانت لسه تعبانه لحد دلوقتي؟ ايوه من ساعة ما نزلت البيبي وانا مش قادرة. يا حول بطني الله. على طول مغص هيقطع. بطني مش قادرة. طب ما خليتيش حد من عظمي اخواتك؟ كله مكسر، عظمي كله مكسر مش قادرة. حد من اخواتك ولا مامتك كانت تيجي تقعد معاكي؟ طب تخلي بالها منك. يجيلي مرة مش هيجيلي التانية يا ماجد. كل واحد ليه بيته برضه وعياله. طب انا عايز اكل بقى عشان نازل، عندي بقى صفقه كده حلوه ربنا يسهل. احط القرشين اللي معايا كده في صفقه هتاكلنا الذهب اللي جاي ان شاء الله. ان شاء يفرج الله. علينا بس. قلنا اكل ايه بقى النهارده؟ مش قادرة يا ماجد، ما عملتش أي أكل. معلش خش اعمل أي سندوتش جبنة امال ولا فين أي حاجة. الفراخ والحاجات اللي كنت مدلعانا بيها اليومين اللي فاتوا دول؟ من ساعه ما تعبت انت بصراحه واحد مش شايف اي حاجه عدله في البيت. معلش يا ماجد سامحني، سامحني مش قادرة غصب خش عني. شوف لي اي حاجه اكلها، حاجه تقرف. بقى أنا بقيت حاجة تقرف يا ماجد. يا رب أنت عالم بحالي يا رب. هلا سيبي رجلك وتعالي. ايه يا ماجد في ايه؟ جاي تزعق لي كده؟ في ايه خير؟ بقول لك الغشين كنت جايبهم لك ايام الفرح وما فين عايزهم. غشتين ايه؟ غشين الدهب كنت جايبهم لك. بعت واحدة ساعة عملية الإجهاض، والتانية كنت ناوية بقى عشان الدكتور طالب مني إشعة وتحاليل غالية أوي على بطني. عشان يشوف اشعه حالة وتحاليل بطني. ايه بس دلوقتي؟ سيبك بس الموضوع ده وانا هبقى اتصرف. هاتي بس الغويشه، الفلوس حاجه كلها في البضاعه دي شكلها كلها هتروح. لو ما صرفتش دلوقتي كل اللي حته هيروح. البضاعه في المينا وهفيها جمارك وفيها ارضيه لازم ادفعها. لو ما دفعتهاش البضاعه بتاعتي كلها هتروح في المينا. هاتي بس الغويشه دلوقتي. خلاص خد الغويش. أنا معايا الدبلة وخاتم بتاع قراية الفاتحة. هبيعهم وأعمل الإشاعة وأنت خد الغويشة جوه في الدرج. ماشي روح يا ماجد ماشي روح. ماشي ماشي. يا رب إيه النصايب يا رب اللي عمال تحدف علينا دي؟ بس يا رب يا رب اقف جنبنا يا رب. سلام عليكم. ايه بتنوحي ليه بوزك اللي جايباه الفقر دوت؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك؟ مالي؟ ما بقاش فيه شمال خلاص، مالي كله راح. المالي حتى الغش خدتها منك وبعتها، البضاعة كلها المينا حجزت عليها وخدتها وحجزوا على المحل، وكل اللي في حيلتي راح، ما بقاش ولا ليا مال ولا معايا أي حاجة، كل حاجة راحت. يا نهار اسود. كل حاجة راحت، والراجل بتاع الشقة عايز إيجار الشقة اللي هيطردنا منه، بيقول لي الشهر التالت ما دفعتوش، لو ما دفعتوش الشهر ده هطردكم من الشقة، هنقعدوا في الشارع، هنقعدوا في الشارع. أنا اللي بيجرالي دوت مصايب كلها عمالة تيجي ورايا ورا بعض كده. لا خد بقى الكبيرة. إيه تاني؟ إيه أكتر من اللي حصل دوت؟ عملت الإشاعة والتحاليل، طلع عندي عقم. إيه؟ عقم ومش هخلف تاني بسبب عملية الإجهاض اللي أنا عملتها، اللي أنت خلتني أعملها غصب عني. ليه كده يا رب؟ قلت لك كنت خايف على رزق حتة العيل الطفل الصغير، أهو ربنا خد رزقك كله، خد رزقي ورزقك. كنت خايف ما تعرفش تأكله. قلتلك. ما أنت تعرفيني ليه؟ وسمعتي كلامي ليه؟ أيوة ما أنت عارفة إن ده غلط. قلتلك ربنا بيرزق الطير في السماء، بيبعت العيل برزقه، وانت كنتش مقتنع بكل الكلام دوت. اديك انت السبب، خليتني اتحرمت في نعمة الأمومة طول عمري. استغفر الله العظيم يا رب. اللي انت عملته ده كان اكبر غلط، ده اقل واجب واقل عقاب من ربنا. خسرك كل حاجتك، كل بضاعتك خسرت، كل شغلك، حتى البيت اللي احنا قاعدين فيه هنطرد منه. اللهم لا شاء حسب الله ونعم الوكيل فيك. ولكن يا ساخر طفلي سامحنا يا رب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب وسامحنا، انا غلطان انا فعلا. غلطانه ان انت وقعتك، يا ريتني كنت رحت عند امي، يا ريتني كنت رحت عند امي وسبتك. انا اللي عملت كده. انا ما عجبنيش نعمه ربنا كان باعتها لي لحد عندي، ورزق كان ربنا بعته لي لحد عندي. الطفل الميني ده كان لازم من عند ربنا، هو اللي كان هيوسع رزقي، هو اللي كان هيخلي عيشتنا حلوه. انا اللي ما عجبنيش، وانا اللي مرتع نعمه ربنا عليا ورفضت النعمه برجلي واتزالت من قدامي ومش هشوفها تاني، وبالعكس خد كل حاجه معاه، خد كل حاجه معاه يا ربي. سامحني يا رب. جوه فوق دلوقتي بعد فوات الاوان. جوه فوق دلوقتي بعد فوات الاوان. ودلوقتي بقى نحب نقول رساله لكل حد. اوعوا تغلطوا الغلطه اللي احنا عملناها دي. اي نعمه ربنا بيديها لنا ده رزق من عند ربنا، احنا نفلس نعمه ربنا برجلينا يبقى احنا مش هنشوفها تاني، وربنا هيشيل كل النعم اللي قدامنا.